ميزة خفية في الشاومي كتخليك تعرف شكون كيتجسس على التطبيقات ديالك. السلام عليكم ورحمة الله. قناتنا تسعد كترحب بكم وكتمنى تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. لأول مرة كيزور القناة مرحبا به، وما ينساش يدير لنا اشتراك في القناة. أعجبني الفيديو بارطاجيه كي تعم الفائدة بحول الله. وقبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نبداو على بركة الله. واش عارف أن الشاومي فيها أداة كتفضح أي تطبيق كيتجسس على الميكروفون ولا الكاميرا ديالك؟ اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تعرفوا بالضبط شكون كيشغل الكاميرا أو المايك من وراك. أولا كتدخل لتطبيق سيكيوريتي، الحماية اللي كاين في الهاتف ديالك. نزل شوية حتى تلقى برايفسي، حماية الخصوصية. من ثم غادي تلقى لوحة الخصوصية. هنا غادي تشوف قائمة ديال جميع التطبيقات اللي استعملتي، الميكروفون، الكاميرا، الموقع، كل شيء غادي تشوف هذاك الشيء، وكل واحد بالتوقيت ديالو. الا شفتي تطبيق مشبوه داخل بهذه اللائحه، يعني راه كيتجسس عليك ولا عنده صلاحيات زائده، دخل ليه ومن بعد اختار الادوات وقطع عليه المايك والميكروفون. بهذه الطريقه تقدر تحمي راسك من التجسس بلا ما تحتاج اي تطبيقات خارجيه. حماية نفسك أهم من أي حاجة. شارك الفيديو مع الناس اللي ما عارفينش هاد الميزة، وخليهم حتى هما يستافدوا من هاد السر وهاد الميزة الخفية في هاتف الشاومي. وكما كنقول لكم دائما، كونوا كالغيث أينما وقع النفع، والدال على الخير كفاعله. إلى فيديو قادم بحول الله. كانت معكم قناتنا تسعد للمعلوميات. تبقوا على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى فيديو قادم بحول الله.